تخيل نفسك واقف قدام وحش بيدوس بكل قوته على الداينو. اصوات بتشق السماء، حصان ورا حصان، والدخان مغطي الدنيا. في حلقة النهارده هتشوف اقوى واعنف لحظات ترفع الادرينالين لاقصى مستوى. اهلا بيك في اول حلقة من جحيم الداينو. هنا مش هتشوف عربيات، لا، دي طيارات متنكرة في شكل عربيات. بس اوعى تفوت ولا لحظة من الحلقة، لانك هتشوف ارقام عمرك ما كنت تتخيلها. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي دوس سبسكرايب وفعل الجرس وعدي على زر اللايك وانت طالع، وكده يبقى انت دورك خلص. اقعد استمتع معانا باحلى فيديو هتشوفه النهارده. تعالى بس كده اقول لك بسرعه ايه هو الداينو وبيشتغل ازاي. الداينو ببساطه هو جهاز بيقيس قوه العربيه، بيقيس الحصان وبيقيس العزم اللي المحرك بيطلعهم. العربيه بتتركب على رولرز زي عجلات كبيره، ولما بتدوس بنزين على الاخر الداينو بيسجل القوه اللي بتوصل للعجل، وبالطريقه دي نعرف هل التعديل اللي اتعمل فعلا فارق ولا لا. وكمان بنعرف الرقم الحقيقي للعربيه، مش كلام بيتقال وخلاص. تعالوا اول حاجه نبدا بالمستوى الهادي، واللي اول عربيه هتكون معانا فيه هي البوجاتي اي بي 110. العربيه دي شكلها من ورا مستحيل تعرفه، لكن الشكل الامامي معروف جدا، وده لانه غريب. تاني عربية معانا وهي التويوتا يارس جي ار. التويوتا يارس جي ار عربية صغيرة بس قلبها وحش، لأنها جايبة محرك 3 سلندر تيربو 1600 سي سي، وبيطلع حوالي 260 حصان. العربية دي معمولة بروح الرالي بدفع رباعي جي ار 4، ووزنها خفيف جدا يخليها صاروخ على الملفات. تالت عربية معانا وهي اللامبورجيني ديابلو اس في، واللي ظهرت في التسعينات وكانت أيقونة شرسة بشكلها وصوتها. بتنزل بمحرك في 12 بسعة 5.7 لتر، بيولد حوالي 510 حصان. ونسخة الاس في بالذات كانت أبسط في التجهيزات عشان الوزن يقل، لكنها أعنف في الأداء، وبتوصل لسرعة قصوى حوالي 330 كيلو متر في الساعة. رابع عربية معانا وهي البورس 718 سبايدر. عربية مكشوفة خفيفة الوزن، بتنزل بمحرك 6 سلندر 4000 سي سي تنفس طبيعي، بيولد 420 حصان. عربية متصممة لعشاق السواقة على الحلبات، بيجير مانيوال 6 سرعات وصوت محرك نقي بدون تيربو. ندخل بقى على المستوى المتوسط، والحقيقة هنا عندنا شوية كوكتيل محترم، لأن المستوى ده فيه عربيات كتير قوي كويسة. أول عربية معانا وهي ألفا روميو جوليو، أيقونة إيطالية رياضية بمحرك V6 2.9 لتر توين تيربو مطور من فيراري، بيطلع حوالي 510 حصان. بتجمع بين فخامة الصالون الإيطالي وروح السيارات الخارقة، توصل من 0 ل 100 في أقل من 4 ثواني. تاني عربية معانا وهي اللامبورجيني هوراكان ايفو، بتيجي بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر تنفس طبيعي، بيولد 640 حصان وصوت مرعب. العربية مجهزة بنظام دفع كلي وتكنولوجيا ال DVI اللي بتقرأ التحركات وتعدل الديناميكا لحظيا عشان السواقة تبقى هجومية وسلسة في نفس الوقت. تالت عربية وهي البورش 992 جي تي 3، بتيجي بمحرك 6 سلندر 4 لتر تنفس طبيعي، بيطلع حوالي 510 حصان، وبيوصل لحد 9000 ار بي ام بصوت ايقوني. بتجهزها بديناميكا هوائية نشطة وجناح ضخم مع جير بي دي كي او مانيوال عشان تقدم تجربة حلبات صافية على الطريق. رابع عربية وهي الموتسوبيشي لانسر ايفو اي في. العربية دي ستوك بتولد حوالي 280 حصان، لكنها هنا متعدلة لأكتر من 400 حصان بمحرك 4 سلندر 2 لتر تيربو ونظام دفع كل العجلات. ودي العربية اللي كتبت اسمها في عالم الراليات، وكانت بداية الجيل الجديد بتصميم أعرض وديناميكا هوائية أفضل.
تعالوا بقى ندخل على المستوى العالي، بس خلي بالكم عشان لسه في مستوى اعلى من كده. لكن خلينا نعرف المستوى العالي ده احنا هنشوف فيه ايه. المستوى العالي ده هنشوف فيه سيارات سوبر كارز لكنها معدله عشان تبقى اقوى واقوى. هنبدا باحن عربيه فيهم. اول عربيه معانا وهي اللامبورجيني افنتادور اس في، واللي بتنزل بمحرك في 12 سعة 6.5 لتر تنفس طبيعي، بتولد 750 حصان وبتوصل لحد 8500 ار بي ام بصوت اسطوري جدا. العربيه دي وزنها خفيف جدا، وده بيرجع لاستخدام الكربون فايبر مع الجناح الخلفي الضخم والديناميكيه الهوائيه. بتجيب من 0 ل 100 في حوالي ثانيتين و8 اجزاء من الثانيه. تاني عربية وهي البورش 991 جي تي 3 ار اس، جابوا محرك 6 سلندر 4 لتر تنفس طبيعي، بتولد حوالي 520 حصان وبتوصل لحد 9000 ار بي ام بصوت نقي جدا ومتوحش. العربية دي مصممة للحلبات بجناح خلفي ضخم وفتحات تهوية على الرفارف ونظام تعليق مستوحى من السباقات عشان تقدم ثبات مرعب في المنعطفات. تالت عربية وهي شيفروليه كورفيت سي 6، واللي نزلت من سنة 2005 لحد 2013 بمحرك V8 LS الشهير. العربية دي قوتها بتبدأ من 400 حصان وبتوصل لحد 638 حصان في نسخة الزدر 1 السوبر تشارجر، ودي كانت أول كورفيت بتيجي بكشافات ثابتة بدل البول اب. العربية دي بتجمع بين سعر مناسب وسوبر كار أمريكي. طب ما تيجوا نعلى شويه بالمستوى، بس هنفضل زي ما احنا في المستوى العالي، لان دلوقتي معانا نيسان جي تي ار 35. العربيه دي مش اي عربيه، ده مشروع دراج ريس كامل، محرك كامل فول بيلد مع تربوهات عملاقه وانظمه وقود ونايتروس وجير بوكس معزز عشان يستحمل العزم الخلفي. بالعزم ده الجي تي ار تقدر تكسر ارقام الربع ميل بسهوله وتبقى اسرع العربيات المعدله في العالم، مش بس على الطريق لكن كمان على التراك. طالما دخلنا على عدد الأحصنة العالية يبقى أكيد لازم نذكر التويوتا سوبرا ام كي 4 بقوة 1500 حصان، طبعا بمحرك ال 2 جي زي الأسطوري اللي اتعمل له بيلد بالكامل مع تربو عملاق وأنظمة وقود وبرمجة. بالأرقام دي السوبرا تبقى صاروخ على الربع ميل وتكسر بسهولة حاجز ال 300 كيلومتر في الساعة، وده اللي خلاها أيقونة أساسية في عالم التعديلات. ندخل بقى على أعلى مستوى وهو مستوى الجحيم. المستوى ده كل العربيات اللي فيه هي عبارة عن مشاريع، عربيات كلها مجنونة وخيالية. وأول عربية معانا وهي المازدا ار اكس 8. البروجكت ده معمول بثلاث محركات روتري بيطلعوا توتال أكتر من 1000 حصان. تاني عربية معانا وهي السليم اس 7. العربية دي مش مجرد سوبر كار أمريكية، لأن مع التعديل ده العربية بتوصل لأكتر من 2200 حصان وضغط التربو بيوصل ل 25 بي اس اي. العربية دي بقت وحش هايبر كار معدل بالكامل، ده غير كمان نظام الدفع الرباعي مع توليفة الداينو المتوحش. العربية دي معمولة عشان تحطم أرقام على التراك. صدقوني احنا مهما حاولنا نجمع عمرنا ما هنجيب كل العربيات. وبكده نكون وصلنا لنهاية أول حلقة من جحيم الداينو. شفنا مع بعض أرقام مرعبة وأصوات تخلي قلبك يدق أسرع وعربيات كأنها طيارات. قولولي في الكومنتات إيه أكتر لحظة عجبتكم وإيه أكتر عربية حسيتوها وحشة حقيقي على الداينو. ولو حابين تشوفوا حلقات تانية بنفس القوة دي انزلوا دلوقتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا الجرس وسيبوا لايك للفيديو. استنونا في الحلقة الجاية من جحيم الداينو، ومع كل حلقة جديدة النار هتعلى أكتر. أشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.